يبقى ده قلنا ايه ملخص. احنا هنرجع سريعا جدا، ملخص سريع كده ان شاء الله ونخلص. طيب احنا قلنا ان الميوكارديوم بيتكون ماسل فايبرز. ماسل فايبرز دي او ماي فايبرز مجموعه كارديوميوسايتس. كارديوميوسايتس فيها ماي فايبرز. الميجر فانكشن بتاعت الكاردياك ماسل هي ان هي تعمل اكسيتيشن كونتراكشن ريلاكسيشن بالاكشن بوتنشال بالكالسيوم ايون ترانسبورت بالاي تي بي جنريشن ويوز كونتراكتيل بروتينز. قلنا الاكشن بوتنشال دي شرحناها في المحاضرات اللي فاتت، فاضل لنا الثلاثه دول. نص الفنتريكولار مايوسايت بيبقى ماي فايبرز او ماي فيلمنتس واكتين ومايوسين، و30% ميتوكوندريا عشان اي تي بي جنريشن. وده اللي احنا اتكلمنا عنه. الانتراسيلر كالسيوم سايكل قلنا الكالسيوم في الاول بيدخل بالال تايب كالسيوم شانلز عند الريانودين ريسبتور، بيحس بيه بيطلع كالسيوم هو تاني من السيركوبلازم كورتيكولم اللي هو حاجه اسمها كالسيوم انديوست كالسيوم ريليز او كالسيوم تريجرد كالسيوم ريليز مكتوب كده. الكالسيوم ده بيروح بقى، احنا عرفنا خلاص بيعمل ايه عند الاكتين الميوسين، بيعمل اكتين الميوسين كابلنج، بعدين خلاص السيركه اللي هي ساركو اندوبلازم كورتيكولم كالسيوم اي تي بيز بتسحب تاني كالسيوم تدخله جوه الساركوبلازم كورتيكولم. وزي ما قلنا ان اغلب الكالسيوم اصلا بيتحرك حوالين الساركوبلازم كورتيكولم منها واليها، انما جزء قليل هو يعني حوالي الربع مثلا ولا حاجه او الخمس كمان هو اللي بينتقل عن طريق البلازما ميمبرين. احنا عندنا حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. يعني ايه؟ يعني لما نسبه الكالسيوم الموجوده جوه السيركلوز بروتيكولوم دي بتقل بنسبه 50%، لان دي الريسبتور بيبطل يشتغل الى حد ما، هو بيبطل يطلع كالسيوم، وفي نفس الوقت السيركه بتسحب كالسيوم، خلاص الكالسيوم جوه اللي موجود جوه السيتوسول اللي بيسمح بالكروس بريدج سايكلينج بيقل. لما الكالسيوم ده بيقل ما بيحصلش اي كونتراكشن تاني، بنبدا تاني نريح نوصل ايه مرحله الريلاكسيشن. قلنا الكالسيوم ديبندنت ان اكتيفيشن ده بيبقى ميديتد ب البايندنج بتاع الكالسيوم ليه كالموديولين، ده بيعمل شويه كونفورميشنال تشينجز كده في الشانلز. فنحصله في النهايه ان الكالسيوم عند سيتوسول بيقل. طبعا لما الكالسيوم بيقل ده بيسمح للسيل ان هي تحصل لها ريلاكسيشن، ان هو بيوقف خلاص الكروس بريدج سايكلينج. قلنا في ريجوليشن للسيركا، هو الفوسفولامبين اللي موجود جنب السيركا هنا، ده نورمالي بيعمل انهبيشن للسيركا وبالتالي بيبطئ من امتصاص سيركا الكالسيوم. فلما بيحصل فوسفوريليشن للفوسفولامبين ده زي في حالات سمسات نيرفس سيستم اكتيفيتي، ده بيقلل من الانهبيشن وبالتالي بيزود من الاكتيفيتي بتاعت السيركا، فده بيزود امتصاص سيركا الكالسيوم وبالتالي بيزود اللوسوتروبيك افكت ان هو بيحسن الريلاكسيشن بتاع القلب. وزي ما هو بيحسن الريلاكسيشن عشان هو دلوقتي احنا عندنا كالسيوم كتير موجود جوه السيركلازم كريتيكولم، هيزود الكالسيوم اللي هيطلع في الكونتراكشن اللي بعده، فليه مور انيوتروبيك افكت برضه. الميتوكوندريا دي الباور هاوس اوف ذا هارت او ذا بادي عموما، يعني هي اللي بتطلع الاي تي بي. عندها تو ممبرينز انر واوتر، الانر فيه فولدز عشان يزود السيرفيس اريا، وهو المسؤول عن الريسبيراتوري اوكسيداتيف تشين او ريسبيراتوري تشين والسيتريك اسيد سايكل او تراكربوكسيليك اسيد سايكل او الكريبس سايكل عشان تطلع الاي تي بي. قلنا ان خروج البروتونز من السيتريك اسيد سايكل ده بيزود النيجاتيفيتي بتاعه الانر ممبرين بالنسبه للاوتر ممبرين، بالتالي ده بيخلي البروتونز بتنطلق تندفع من بره لجوه عشان تدخل جوه الميتوكوندريا، تروح واخده هي الميتوكوندريا الطاقه اللي بتندفع بيها البروتونز دي عشان تحول الاي دي بي لاي تي بي عشان تنتج اي تي بي. فزي ما مكتوب كده ده بيزود النيجاتيفيتي دي بتزود الكتريكال جريدينت البروتونز عشان تنتر الماتريكس. قلنا ان الطاقه دي بيستخدمها الاف 0 اف 1 اي تي بي سنسيز عشان يصنع الاي تي بي. لو ما فيش موجود بقى النورمال بروتون جريدينت ده، مثلا ان الانر ممبرين ده بقى ليكي، فالاف 0 اف 1 ده بدل ما هو هينتج اي تي بي هيستخدم اي تي بي او هيكونسيوم اي تي بي. زي ما قلنا ان الاي تي بي اللي بينتج من الميتوكوندريا بيطلع على السيتوسول بيبدلوه باي دي بي، هو الاي دي بي بتاع السيتوسول بيدخل وبيطلع مكانه اي تي بي. الكالسيوم اوفرلود قلنا نورمالي او ترانزينتلي ممكن يحصل كالسيوم اوفرلود في الميتوكوندريا عادي، بس المشكله ان الكالسيوم الزياده الميتوكوندريا بتبدله بصوديوم زياده بالصوديوم كالسيوم اكسشينجر. دلوقتي احنا عندنا صوديوم عايزين نخلص منه بالصوديوم هيدروجين اكسشينجر، دلوقتي بقى عندنا هيدروجين. ايه المشكله في كده؟ المشكله ان احنا بدل ما كنا بنستخدم الهيدروجين علشان ناخد الطاقه بتاعته وهو بيدخل بسرعه، دلوقتي بقى عندنا هيدروجين من غير ما ناخد الطاقه بتاعته ولا اي حاجه، وبالتالي احنا ما بننتجش طاقه. فالمحصله ان الميتوكوندريا يا اما هتصنع اي تي بي يا اما هتتخلص من صوديوم، يعني بنفس المعنى هتتخلص من كالسيوم، فيا اما هتصنع اي تي بي يا اما تتخلص من كالسيوم. وبالتالي الكالسيوم اوفرلود ده بيقلل الانرجي برودكشن. قلنا ان ده ممكن يحصل ترانزينتلي عادي، ان الميتوكوندريا بتحمي السيل من الكالسيوم اوفرلود ان هي بتخزن الكالسيوم عندها، بس لما بيحصل بقى كرونيك اوفرلود ده بيقلل الاي تي بي برودكشن، بيزود الميتوكوندريا بيرميابيليتي ترانزيشن بور اللي هي الموجوده هنا دي، وبالتالي ده بيزود الممبرين بيرميابيليتي. زي ما قلنا ده بيحول اف 0 اف 1 اي تي بي سيز بدل ما هو يجنريت اي تي بي يكونسيوم اي تي بي. برضه زياده الكالسيوم بيعمل زياده في رياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي هي ده اصلا حاجات توكسيك وبتزود السيل ده. قلنا ان لارجست بروتين نون تو مان قلنا عليه قبل كده في المحاضرات اللي فاتت هو التايتن. تايتن ليه تو ماشي تايتن ليه تو سيجمنتس،
تايتن 2 سيجمنتس دول، واحده ان اكستنسبل يعني مش هي خلاص ثابته زي ما هي، ودي الموجوده جوه الميوسين، ودي مسؤوله عن الانكرنج بتاع الميوسين للزد لاينز عشان يحافظ على الانتجريتي او الستابيليتي بتاعت السيل. الحاجه الثانيه الاكستنسبل اللي هو ده اهو، دي اللي بتوصل ما بين الانكستنسبل والزد ديسك او الزد لاين. الاكستنسبل دي هي اللي بتتشد وبتترخي وبتتسحب، اللي هو بتحول بقى الخليه بدل ما هي الساركومير، بدل ما هي بتطول وبتقصر، بتطول وبتقصر، بتطول وبتقصر، ما احنا ممكن نستفيد بالحاجه دي. فسبحان الله يعني هو عنده الاستيستي او الاستيك باور بتاعته، الاستيك بروبرتيز بتاعته دي بتخزن الطاقه، لما يحصل ستريتش جامد عليه يرجع يسحبه لجوه تاني، وبنفس الفكره لما يحصل كومبريشن جامد عليه يسحبه ايه لبره تاني. قلنا تايتن ليه تو سيجمنتس خلاص، واحد ان اكستنسبل واكستنسبل. الفانكشنز بيتذر المايوسين ثيك فيلم، مايوسين ثيك فيلمنتس يعني مايوسين ثيك ماشي، مايوسين ثيك فيلمنتس لزد لاين، ده بيعمل stabilization للساركومير ستراكشرز. الاستيك بروبرتيز بتاعته دي بيساعد حاجه اسمها الستريس سترين ريليشن شيب، تبقى توضح ان شاء الله قدام. والدايستوليك ستريتش بيشد على الحته الاكستنسور بتاعت التايتن دي، فهي خلاص هي بتسيطر عليها عشان تمنع الاوفر ستريتشنج، وكمان بتستخدم الستورد انرجي او البوتنشال انرجي دي وقت السيستولي عشان ايه، نتكلم ان شاء الله قدام، ده جزء من فرانك ستارلينج لو مثلا. برضه بيترانسديوس الميكانيكال ستريتش لجروث سيجنالز، الفرق ما بين الفوليوم اوفرلود والبريشر اوفرلود، برضه كل ان شاء الله حاجات تتوضح قدام يعني. ماشي، قلنا ان احنا عندنا ثيك مايوسين فيلمنتس ثين فيلمنتس. الكروس بريدج سايكل قلنا ده الميكانيكال بروسيس اللي بيحصل فيها الكاردياك ماسل كونتراكشن، بتحصل بان المايوسين بيشد الاكتين ناحيته، وده بتبقى تريجرد بالكالسيوم وباورد بالاي تي بي. قلنا ان المايوسين هيدز فيها اكتين بايندنج سايتس واي تي بي بايندنج سايتس. الاكتين عنده حاجه هنا اسمها مايوسين بايندنج سايت، بس هي المشكله ان هي بتكون مقفول عليها بتروبومايسين، لما بتكون مقفول عليها بتروبومايسين كل اللي احنا محتاجينه بس ان احنا نوصل المايوسين هنا. طب نوصل المايوسين هنا ازاي؟ هنلاقي ان التروبومايسين ده مش قاعد كده لوحده، التروبومايسين ماسك فيه تروبونين سي وتي واي. هو المايوسين يا عيني عايز يمسك في يمسك في الاكتين، ولكن التروبومايسين منعه، التروبومايسين نفسه اصلا عايز يدخل جوه الاكتين عشان يبطل الشغلانه بتاعته دي. بس يعمل ايه بقى يعني، فمضطر فيروح ثابت بره كده لغايه ما يجي له كالسيوم يجي يحرره، الكالسيوم يجي يمسك في التروبونين سي، التروبونين سي يروح ماسك جامد يخلي التروبونين اي يبعد عن التروبوميسين، يمسك فيه يخلي جامد بوند ما بينهم كده، يروح التروبوميسين ما يصدق يروح دخل نفسه جوه الاكتين، يلاقي الميوسين يفرح عشان الحته بتاعت الميوسين بايندنج سايد دي تبقى مفتوحه، يمسك الميوسين فيه. زي ما قلنا ان الكروس بريدجنج ده بيكون موجود في فور ستيتس، اما ريلاكسد ستيت، اما ريلاكسد انرجايز، لا اما الاكتيف كومبلكس، اما ريجولار كومبلكس. اول حاجه مثلا الريلاكسد ستيت، خلاص الميوسين ممكن يبدا يمسك في الاكتين، لكن اللي بيحصل ان هو بيفك الاي تي بي اللي عنده، الاي دي بي وان اورجانيك فوسفيت، عشان ياخد الطاقه اللي عندها، يتحول من ريلاكسد لانرجايز، فدلوقتي عنده طاقه بس لسه ما مسكش في الاكتين. لما خلاص يلاقي الحته بتاعت الاكتين دي متحرره عشان هي الكالسيوم جه مسك في التروبونين سي، فيخلي التروبونين اي يسيب التروبوميسين. دلوقتي الميوسين مسك في الاكتين بس ها مسكه بسيطه خالص يعني، يمسك في الاكتين، يعمل لنا الاكتيف كومبلكس ده ويك بوند او ويك بايندنج ستيت، زي ما مكتوب كده كروس بريدجنج، يا اما هي سترونج يا اما ويك بايندنج ستيت زي ما قلنا. فالميوسين لما مسك في الاكتين مش هيسيب نفسه كده، لو عنده طاقه محتاج يستخدمها يروح يستخدم الطاقه دي عشان يشد الاكتين ناحيته، عشان يعمل لك الايه كروس بريدجنج، يعمل لك الريجور كومبلكس زي مصطلح الريجور مورتس كده بوست ديث او بوست مورتم بقى. جميل. طيب طبعا الانرجي دي بتيجي منين؟ احنا الميوسين ده عنده اي تي بيز اكتيفيتي، وكل ما الاكتين بيمسك في الميوسين ده اصلا بيزود اي تي بيز اكتيفيتي اكتر. احنا قلنا ان في حاجه اسمها الباور ستروك، الباور ستروك ده المومنت اللي بيحصل عندها تحويل كيميكال انرجي لميكانيكال ورك. احنا فضلنا بس الحته بتاعه الكالسيوم، فهو الكالسيوم زي ما هو موجود كده، هو لو هو ماسك في توربونين سي، فتوربوميسين سايب الدنيا شغاله عادي، فاحنا هنا عادي مفيش مشكله، الميوسين هيمسك في الاكتين. خلاص لما الكالسيوم بقى بيخلص، او ان هو السيركه سحبت كل الكالسيوم اللي موجود، فالميوسين مش هيلاقي حته يمسك فيها، لان التروبوميسين هيرجع تاني يغطي الميوسين بايندنج سايت على الاكتين. وده ملخص تاني ان الكالسيوم بينيشيت الكونتراكشن سايكل، ان هو بيبايند التروبونين سي، وده بيرليف الانهبيشن بتاع التروبونين اي على التروبوميسين، التروبونين سي بيمسك في التروبونين اي، فالتروبوميسين يلحق تصدق يروح داخل جوه الاكتين، فيتزحلق جوه كده، فيسيب الميوسين بايندنج سايت اللي على الاكتين. الميوسين بايندنج سايت، الميوسين ما بيصدق ان البايندنج سايت بتاعه مفتوح، يروح ماسك فيها على طول. اول ما يمسك فيها يبدا السلايدنج بقى، زي ما قلنا ان ما بيحصلش شورتنج للاكتين ولا الميوسين، بس الاكتين بيتسحب لجوه وبيتزحلق على الميوسين، فبيحصل سلايدنج اللي هي سلايدنج ثيري.
مفيش شورتنج في الماي فيلامنتس. فاللي بيحصل بس لما الاكتين بيتزحلق على الميوسين ان هو الزيد لاينز دي بيقربوا من بعض، وبالتالي سيركميريك لينكس بيقل. خلاص احنا خلصنا كده الميوسين، سحب الاكتين ناحيته، يبقى اتبقى لنا ان احنا نفك الماسكه دي. لو احنا عندنا الاي تي بي اللي يكفي علشان نقدر نفك هنفك، لو ما عندناش يبقى هنضطر ماسكين فيه ريجولار كومبلكس. انت ممكن آه، تمنع كروس بريدجنج بحاجتين، يا اما ان انت تقلل الاي تي بي وبالتالي مش هيكون في اي تي بي علشان يفك الميوسين من الاكتين، يا اما انت من الاول خالص اصلا هتقلل الكالسيوم وبالتالي الميوسين مش هيعرف يمسك في الاكتين. فيا اما الانترا سيلولار اي تي بي يقل جامد مثلا ديورنج سكيميا او ديس، فخلاص الاي تي بي مش هيقدر يكفي علشان كروس بريدج سايكلينج. اما انت عندك مشكله في الكالسيوم، الكالسيوم فيري لو، فده هيخلي التروبوميوسين يبلوك تاني الميوسين بايندنج سايت على الاكتين. زي ما قلنا ان كل سايكل تحتاج واحد اي تي بي، وبالتالي كل ما تحتاج سايكلز اكتر انت محتاج اي تي بي اكتر، وبالتالي معنى كده ان كل ما الكونتراكتيليتي او هارت يزيد انت محتاج سايكلينج اكتر، وبالتالي محتاج اي تي بي اكتر. وتاني اللي اكدنا عليه ان سايكلينج هنا بتكلم على كروس بريدج سايكلينج مش الكاردياك سايكلينج. يعني انت ممكن تلاقي اكتر من كروس بريدج سايكلينج واحده، اكتر من كروس بريدجنج اكتر من واحده في الكاردياك سايكل واحده، لان اصلا انت بتحتاج مايسين يشد بعدين يشد بعدين يشد، زي ما قلنا وضحنا الصوره اللي هنا ان المايسين ده لما بيجي يشد الحته بتاعت الاكتين بيشد ايه. مثلا ناخد المايسين هيد دي، المايسين هيد دي لما تيجي تلاقي الحته دي بقت خلاص افيلابل تروح سحبها لجوه، بعدين ترخي خلاص هي جالها الاي تي بي فكت تاني، تروح جات لها الحته بتاعت الاكتين اللي بعدها تروح سحبها تاني لجوه، اكتر حته الاكتين اللي بعدها سحبها تاني لجوه وهكذا. وبالتالي ممكن يحصل اكتر من كروس بريدج سايكلينج واحد في كاردياك سايكل واحد، فرق ما بين الكروس بريدج سايكلينج وكاردياك سايكل. جميل. طيب ده برضو اللي احنا اتكلمنا عليه. قلنا الامبورتنت نوتس دي زي ما اتكلمنا ان هو الايزوفوليمتريك كونتراكشن او ايزوفوليميك كونتراكشن بيبدا الاول ان هو الهارت بيجنريت تنشن، بعد كده لما البريشر جوه الفنتركل بيبقى اعلى من البريشر جوه الاورطه، الاورتيك فالف بيفتح بيحصل ايجكشن. لما بيحصل ايجكشن الساركومير لينكس ده بيزيد جامد في الاول، بعد كده خلاص معلش الساركومير شورتنج بيزيد، اللينكس بتاعها بيقل، بعد كده خلاص الكالسيوم سنسيتيفيتي بتاعت عند الماي فيلامنتس بيقل، والسيركه خلاص تسحب الكالسيوم بتاعها، بيقل الكالسيوم جوه المايوسايت او جوه السيتوسول، فنرجع تاني للريلاكسنج ستيت. وزي ما قلنا ان سبحان الله من حكايات الكاردياك ريزيرف ان هو انت مش بتستخدم كل الميوسين بايندنج سايتس على الاكتين، انت بتاخد حتت بس منها صغيره. يعني هو انت عندك هنا دي حته مثلا، هنا ده اهي دي حته ودي حته، مش لازم لما بيجي كالسيوم في النورمال فيسيولوجيكال ستيتس ريستنج مش بيفتح كل الميوسين بايندنج سايتس على الاكتين، او بيسيب حاجات معينه ليه، عشان لما يجي بعد كالسيوم بالسايت نيرفس سيستم يكون في كاردياك ريزيرف. هو انا والله انا هدي لك كالسيوم كتير عشان تفتح لي حتت كتير، وبالتالي تخلي لي اماكن كتيره متاحه للكروس بريدجنج. فهو ده لما كل ما الكالسيوم بيزيد مثلا مساك نيرف سيستم اكتيفيتي، ان احنا زياده هارت ريت، زياده كالسيوم سايكلينج وهكذا، ده بيديك فرصه اكبر ان انت تزود الكاردياك اوتبوت. ولا ان في حاجه ثانيه بتاثر هي الفرانك ستيرلينج رول بشرحها ان شاء الله قدام. وزي ما احنا عارفين طبعا لما بيحصل سكيميا سواء بقى مرضى الهارت فيلير كرونيك سكيميا او مرضى اسكيميك هارت ديزيز، ده بيقلل السيركل اكسبريشن او فانكشن، وبالتالي ده بيبوظ الريلاكسيشن بتاع القلب. بالمناسبة ده من ضمن الثيريز اللي بتؤكد ليه مثلا، او يعني بتدافع عن رأي الناس اللي بيقولوا ان كده كده اي سيستوليك ديسفانكشن بيحصل بسبب انرجي ديبليشن بيكون قبله او على الاقل معاه دايستوليك ديسفانكشن، ما ينفعش يحصل سيستوليك من غير دايستوليك. طبعا الكلام هيجي له وقت برضه ان شاء الله. ماشي. طيب قلنا كلينيكال ابلكيشنز عندنا خلاص هو الالفا والبيتا مايسين، والفرق ما بين الباثولوجيكال هيبرتروفي والفسيولوجيكال هيبرتروفي. الفسيولوجيكال بينتقل من بيتا لالفا اللي هي الفاست الفا ايزوفور، بالتالي ده بيحسن الكاردياك بيرفورمانس كونتراكتيليتي. انما الباثولوجيكال هيبرتروفي بنقل بنقل في الاي تي بيز اكتيفيتي، بننتقل تاني للسلو بيتا ايزوفورم، بالتالي ده صحيح ممكن يعمل انرجي سبيرنج ميكانيزم، ولكن ده بيقلل الكاردياك اوتبوت وبالتالي بيزود السيمتومز بتاعت الهارت فيلير. قلنا في الفارماكولوجيكال ابلكيشنز عندنا الميفاكامتين بتاع الهايبرتروفي كارديوميوباثي، والاوميكامتين ميكاربل بتاع الهيفريف. ماشي. طبعا احنا كده يعني الحمد لله يعتبر الى حد ما خلصنا سكند هاف بتاع الاكسيتيشن كونتراكشن كابلنج اللي هو الاكسيتيشن. لا معلش اللي هو الكونتراكشن. لا احنا برضه ما خلصناش للاسف. ليه؟ لان فاضل لنا مثلا يعني اللينك تنشر ريليشن شيب، بتاعت فرانك ستيرلينج اللي لسه قايلين عليها، الفورث تنشر ريليشن شيب، الحاجات الايفكت بتاع السمسات نيرفس سيستم اكتيفيتي، الباراسمسات نيرفس سيستم اكتيفيتي، الانوتروبي والسوتروبي والكرونوتروبي والحاجات دي جميله يعني. ماشي. ولكن عموما احنا كده عرفنا اصل الحاجات في الاول ان شاء الله، فده ان شاء الله يكون بيز كويس لما سيبنى عليه في المستقبل. والله اعلم.
كده الحمد لله خلصنا هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.